السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإماري والحمل والعصافير. النهاردة إن شاء الله كنا مصورين فيديو امبارح، كانوا الجوز ده لسه مجوزينهم وظبطنا المية والأكل، وبعد كده حطينا لهم قش. ما شاء الله خدوا بعض طبعا على طول عشان النتاية كانت زايفة. وادي الدغر الأحمر أهو، وادي النتاية المطوقة ما شاء الله. بيضت أول بيضة أهي، والدغر راقد عليها أهي ما شاء الله. البيضة كويسة، ولا صغيرة ولا مثلا بروشت ولا القشرة رقيقة ولا حاجة زي كده. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. بيضاها كويس وده نتاهي. طبعا لا يا جماعة، كان في برضك سؤال: لو بيضاها بروشت معلهاش قشرة دي طبعا بتبقى نقص كالسيوم جامد. النتاية طبعا دي بيبقى جسمها ناقص كالسيوم جامد، عشان كده بيضة كويسة أو بيضة طرية، أو مثلا بيضة قشرتها رقيقة خالص. أي همسة فيها أو أي رقودة أو أي ضافر ساعات بتقف عليهم بيكسرها على طول. فدي علاج إيه يا جماعة؟ الصدف طبعا نحطه في طبق لوحده بعيد عن الأكل والمية، بيتملح منه. أو قشر بيض اللي انت بتاكله، بيض الفراخ عادي، تنشفه وتدقه وتحط لهم، ده ممتاز جدا. أو تجيب لهم من الصيدلية فيدروب، ده كالسيوم بشري، بيجي من الصيدلية طبعا. ممتاز جدا برضك ليهم، بتحطهم لمدة 15 يوم. طبعا هي جسمها بيتظبط، الدورة بتاعت جسمها بتتظبط خلال 15 يوم 20 يوم، تلاقي جسمها اتظبط بالكالسيوم طبعا. وتلاقي بيضت بعد كده بيضت عادي، وتلاقي البيض ناشف، وتلاقي البيض كويس مفيش أي مشكلة فيه. وطبعا بقول 15 أو 20 يوم ليه؟ طبعا عشان ما نزودش نسبة الكالسيوم في جسمها. تبتدي البيضة جامدة، يبتدي الزغلول يجي يطلع ما يقدرش يكسر البيضة، تلاقي الزغلول مات جواه. فاحنا بندي نسبة معينة بحيث ان هي ايه اما تيجي تبيض وتقدر طبعا تظبط جسمها وتظبط البيضة بتاعتها، وتاخد نسبة كويسة اللي جسمها يستكفى منها. طب دلوقتي لو باضت ولقيناها مش راقدة على البيض وراكنة على جنب لوحدها، ومش قادرة تقف على رجليها، ده برضك بيبقى نقص كالسيوم يا جماعة. نقص الكالسيوم بيعمل كده، اللي هي ممكن تبيض البيضة الأولى وتلاقي ركنت على جنب، تلاقي رقة، وبعد كده الدكر يرقد على البيض أو ما يرقدش، وتلاقي بعد يوم أو يومين تلاقيها وقفت ورقدت على البيضة، وشوية تلاقي عليها البيضة التانية وبرضك ما قدرتش ترقد، ما قدرتش تقوم تقف أو بتزحف كده. ده برضك نقص كالسيوم، دي مش قلة غذاء، لأ ده نقص كالسيوم برضه. برضك نقص كالسيوم ده علاجه ايه يا جماعة؟ برضك زي ما قلنا الصدف طبعا بيتحط في طبق لوحده بعيد عن الاكل. البيض اللي انت بتاكله بيض الفراخ ده ممتاز جدا برضك، بعد ما تقشره مثلا اذا كنت واكله مسلوق او محمر، تحطه مثلا في الشمس او في الهواء، تلاقي القشرة نشفت، تبتدي تدق وتحط لهم، ده ممتاز جدا. او العلاج اللي هو الكالسيوم في دروب اللي في الصيدلية البشري، تجيبه وتنقط لهم طبعا لمدة 15 20 يوم. طبعا كده الجوز دول ما شاء الله مفهومش اي حاجة. آه نبص طبعا على الجوز اللي بعديه، ده اللي احنا كنا مجهزين له برضك العش بتاعه. برضك وفرنا لهم الاكل والمية وحطينا لهم القش، بس هم زي ما تقول لسه برضك فركشوا العش بتاعهم وكده. فاحنا طبعا مش هنستعجل عليهم، هنبتدي نحط لهم قش تاني لحد ما نظبط. مسكنا الدكر لقينا جسمه كويس، مسكنا النتاية لقينا جسمها كويسة، مفهومش اي شقفة، مفهومش اي حاجة. نسيبهم بقى براحتهم كده شوية برضك، ونبتدي نحط لهم القش تاني، نحننهم. القش ده عبارة عن ايه؟ نحننهم للبيض. طبعا الدكر ده زايف من امبارح، مفيش اي مشكلة. النتاية طبعا مش هتحنله غير ما الزغلول يشد شوية حتى يريش، ويبتدي ممكن تبيض تاني، او ممكن تستنى ايه لحد ما الزغلول يكبر ويقف على نفسه ويبتدي ايه يلقط لوحده ايه اكل. ودول ما شاء الله برضك لفوا العش بتاعهم، مفيش اي مشاكل فيه، تمام. وكان في برضك كان في سؤال: ينفع رب اليمام قد دكر لنتايتين؟ طبعا من رابع المستحيلات، اللي هو ممكن يكسر عليها بس مش هيتجوزها. طبعا الدكر اليمام يا جماعة ما بياخدش غير نتاية واحدة.
مش طبعا زي الحيوانات. الأرنب ممكن ياخد كذا حاجة، أو مثلا الديك ممكن يتجوز كذا فرخة. لا، دي طبيعتهم ما شاء الله، اللي هم ايه بياخدوا. بصوا الزغلول يا جماعة، ما شاء الله كبروا ازاي من عمر 4 أيام. بصوا ما شاء الله عاملين ازاي. طبعا الكلفة ممتازة والأكل ممتاز. نرجع لموضوعنا. الذكر ما بياخدش يا جماعة غير نتايتين، مش زي أي طيور أو زي أي حيوانات اللي هو بياخد كذا نتاية. أو عصفور الزبرة، شوف عصفور الزبرة صغير ازاي، ممكن ياخدله 3 نوتي. الذكر ممكن ياخدله 3 نوتي. فاليمام يا جماعة أو الحمام ما بياخدش غير ذكر وانتاية، ذكر وانتاية. ويبيض بيضتين، ممكن نسبة مثلا 50%، 60%. لو نتاية بيضت 3 بيضات بس دي بيبقى غذاء كويس، أو هي مثلا صحتها كويسة، أو عنقود بتاعها، أو أنت اديتها فيتامينات كتير فبيض 3 بيضات. فاللي أنا شايفه ربنا يعني خلقها اللي هي تبيض بيضتين. ممكن تنجح في تأكيل الزغلولين، أو تنجح في 3. أنت برضك ورزقك وحظك. طبعا ما شاء الله. بصوا ده برضك الزغاليل بتشد على طول. الزغاليل هي عمر دول بالظبط 15 يوم. بص ما شاء الله تبارك الله. تلاقيهم ريشوا وشوية، تلاقيهم وقفوا وشوية، تلاقيهم لقطوا وتخش على البطن اللي بعدها. مفيش أي مشاكل فيه. طبعا يا جماعة ما ينفعش ندي الذكر نتايتين، فانت حافظ عليه وتديله نتاية واحدة، بحيث ان انت تاخد منهم شو. وهنا برضك الزغلولين ما شاء الله شدهم. تحس اللي عندي في كذا جوز في مستويات بعض، اللي هم بيضوا مع بعض في نفس الاسبوع. تلاقي الزغاليل هم قد بعض، تلاقي اليوم كله في مستوى واحد، تلاقيه بيكبر مع بعض. وده الدكر اهو اللي انا لسه مجوزه ولسه مبضوش اهو. دكر زايف اهو. حلاوته يا جماعة كل الجواز بتبقى جنب بعضها كلها بتسبح مع بعضها وبتزوف مع بعضها، اللي هي تشغل كلها مع بعضها. انتوا ما شاء الله تبارك الله سامعين الذكورة، ما شاء الله تبارك الله. يعني دول بيشغلوا بعضهم. دول مثلا ده بيحمي ده، بيحمي ده، بيشغل ده، بيشغل ده. الحاجات دي كلها طبعا محفزة ليه، ومحفزة للنوتي، ومحفزة للذكورة اللي هي ما بتشتغلش او بتزوف. كل الحاجات دي طبعا ممتازة جدا. لما تيجي تربي جوز او 2 او 3 او 4 الى عدد اللي انت عايزه تربيهم، تلاقي كله بيشغل بعض، وتلاقي كله بيزوف على بعض. ده بيندى على ده، وده بيزوف على دي، وتلاقي الذكر لو هما واقفين تلاقي الذكر بيزوف على النتاية دي. الحاجات دي كلها برضك بتفرق مع اليمام. ما شاء الله تبارك الله. واكلين اهم مالين معدتهم، وزغللهم برضك واكلين اهو. طبعا في اي سؤال في اي حاجه اكتبولي في تعليق. اتكلمنا النهارده عن نقص الكالسيوم، واتكلمنا على الذكر بياخد نتايتين. ما ينفعش طبعا، لازم الذكر يمام بياخد نتاية واحده. وبرضك كان في سؤال تاني، ينفع اربي اليمام الإمري تربية جماعية واحطه مع الحمام؟ لا طبعا ما ينفعش، من مستحيل. ممكن يفلت معاك كده يهرب من الحمام، لكن مش هيشتغل، عشان الحمام لما بيشوفه هتلاقيه طار عليه وضربه، ممكن يموته، ممكن يعمله إصابات جامدة جدا أو بالغة جدا تسبب للموت. ممكن ما تدخلش يشتغل، ممكن تخليه يبني العش لو فلت، اللي هو باض وطار في الأوضة وباض أو حاجة، تلاقيه نط على البيت بتاعه، ممكن يكسره، يعمل الزغاليل. هو الحمام مش متوحش ولا حاجة، بس الحمام في حاجة غريبة عنده في الأوضة. هو بيحب الممتلك الأوضة لوحدها. فاحنا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نربي اليمام مع الحمام في أوضة واحدة. لو انت هتحط كل حاجة في قفص لوحدها ينفع، مفيش أي مشكلة. يعني كل جوز كده في قفصه مفيش أي مشكلة. وده دكر زي فالنتايت اهو كمان اهو، اللي كانوا مرتبين العش اهو. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما تنسوش اللايك بقى والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.